بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله. ان شاء الله تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة بقى مع تاني يوم، مع تاني فيديو في رحلة العمرة. هو عبارة عن تعريف بفندق السكن بمكة. الفندق اسمه ريحان المشاعر. ده موجود في شارع أجياد، مش قريب قوي يعني من الحرم، يعني بيننا وبينه 10 دقايق. بالنسبة لباصات الفندق شغالة هناك 24 ساعة من الفندق للحرم والعكس. احنا النهاردة طالعين زيارة لجبل عرفات، وطبعا كنا عملنا عمرة أول يوم جينا فيه. لازم نستنى 3 أيام علشان نعمل العمرة التانية. فيلا بينا كده نشوف الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. ادي الغرفة اهي، 4 سراير ماشي. انا سريري اهو، انا بحب انام جنب الحيطة، فده سريري انا. خلاص، ادي اللي احنا فيه. وادي التلاجة اهي، المطبخ هنا بقى، والدولاب، وشنطتي انا تحت اهي. الطرقة بتاعت الفندق وارجع لكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الدور اللي انا فيه، الدور ال 12. فيه 5 اسانسيرات. ادي كده 1، وادي التاني، وبعدين ادي التالت، وبعدين ادي الرابع، وبعدين ادي الخامس ماشي. ادي الدور اللي احنا فيه، فندق ريحان المشاعر، هو اسمه كده. خلاص، يبقى الكراسي ديت بنقعد عشان النت هنا بيبقى شغال حلو، لكن في الغرف لا. وانا دلوقتي كنت قاعده انا وصاحبتي التركيه هنا بنشرب شاي، عاملين هنا كافيه وعاملين قاعده حلوه. بس دي الغرفه بتاعتي اللي انا فيها، دي جوه كده اهي. غرفه رقم كام؟ 12/10، يعني الدور ال 12 حجر 10 ماشي. ادي الدور اللي انا فيه. الكراسي دي عشان النت، عشان لما نطلع كلنا نتكلم في النت. عشان بقى ده الريسبشن بتاع الفندق نفسه، اسمه ريحان المشاعر بس. وهنا ده محل غالي قوي، البياع اللي فيه كده مش اتم قوي كده، يعني واحد يقول لك على سعر والتاني يقول لك على سعر اقل، نخلي الاولاني يتدرى شويه نشتري من التاني. بس يعني اهي الحاجه سحر اللي طلعت معايا العمره اللي فاتت، هي دي الحاجه سحر كانت معايا في العمره اللي فاتت، وان شاء الله يجمعنا بها على خير في الحج الكبير ان شاء الله، لما يكون الناس كويسه مع بعض ما تتنسيش. وهنا دول اخوات جوزها، بس حاجه 100 100 يعني، برضو ايه طالعين معانا يعني. بس هنا مامة الحاجه سحر بتتكسف. بتتكسف. وهنا بقى ده شعب اجنبي بقى مختلط، احنا كده في الريسبشن يعني. بس فان شاء الله باذن الله لما نتنقل نركب الباص هكمل معاكم. الباص الاخضر اللي عند الباب دوت ده تبع الفندق، الباص ده بتاع الفندق الخاص بركاب الفندق فقط، يعني لو حد من الفندق اللي جنبنا ما يركبوش. والحاجه دي معانا من مصر. حاجه عندنا معانا من مصر، الله يخليك، وطلعك عندي في القناه بتاعتي. باذن الله. ازاي حضرتك؟ دول معانا بقى من مصر، كانوا راكبين معايا في الطياره وعرفنا بعض يعني. بس فالمهم الباص دوت بتاع الفندق بتاعنا، بناخده بقى بيودينا الحرم عند المكان، عند الكعبة هناك، وبنصلي هناك ونعيش حياتنا هناك يعني. بس فالمهم ده اهو المدينة النقل للحجاج والمعتمرين، ده بتاع الفندق اللي جنبنا. كل واحد بكل باص هنا بيتكتب عليه اسم الفندق. بس فاحنا دلوقتي كده بنجهز نفسنا انا والفريق اللي معايا، هنروح نعمل
زيارة، احنا مش هنعمل عمرة النهاردة، احنا بنعمل زيارة. احنا عملنا قبل كده، عملنا عمرة قبل كده وجينا. دول يا حبايبي بقى الناس نزلاء معانا في الفندق من ماليزيا، فكانوا هم حابين ان انا اتصور معاهم، فانا صورتهم هم بتليفونهم مرة ومرة بتليفوني انا كمان. شوفوا بنده لهم اهو، بنده التانية هي اللي حبت الموضوع ده، اللي بتصور نفسها اللي واقفة بتصورنا دلوقتي. بس كانوا ناس جميلة يعني وقلب ابيض كده نزلاء هم في الفندق. وانا كده على باب الفندق بتاعنا دلوقتي اهو، ده الفندق اللي انا كنت نازلة فيه اللي هو ريحان المشاعر ده. فاحنا كنا رايحين نازلين الحرم يعني، فوقفنا ما كناش رايحين الحرم، كنا رايحين عرفات يا رب. شوف بشدها ازاي لان ده اللقطة التانية ان انا بصورهم وهم بيصوروني بس. فهنا دي التصوير ده ليا انا، عشان كده طالع عندي انا. جمال كانوا لذاذ قوي، نزلاء في الفندق معانا يعني. دلوقتي احنا راكبين الاتوبيس وطالعين زيارة لجبل عرفات، فكان معانا شيخ بيتكلم معانا عن قصة حياة النبي، فاحنا عليه الصلاة والسلام. فاحنا دلوقتي لما وصلنا هناك للأسف معرفتش اكمل تصوير عشان التليفون بتاعي كان الذاكرة اتملت وما كانش ينفع امسح الفيديوهات عشان ما كنتش لسه نزلتها على القناة. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله كده هنكمل مع بعض باذن الله بقيت الرحله بتاعتنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.